من كام ساعة بس سيطر الجيش الإسرائيلي بالكامل على مدينة رفح جنوب قطاع غزة بعد ما السكان اتطردوا منها بالكامل. اللي بيقود العملية دي هي الفرقة 36 المدرعة، واللي تعتبر أكبر فرق الجيش الإسرائيلي كله، واللي تعتبر أول مرة تشتغل جنوب القطاع. وده معناه إن حدودنا الشرقية دلوقتي بقت بالكامل تحت سيطرة الجيش الإسرائيلي، وفي خلال ساعات متوقع توصل فرقتين مدرعتين كمان عشان تفتح ممرات التهجير لسيناء. وفي معلومات عن استعدادات لنقل الفلسطينيين للحدود المصرية. على الجانب الثاني أمريكا اللي بتعمل تعزيزات ضخمة في المنطقة، كمثال في قاعدة العديد القطرية حوالي 4000 جندي أمريكي و7 طائرات بيتو الشبحية بيوصلوا. وعلشان يكملوا المشهد في حاملة طائرات أمريكية جاية في الطريق علشان ينضموا للي موجودين بالفعل في البحر الأحمر. يعني عندنا دلوقتي 3 حاملات طائرات أمريكية في الشرق الأوسط. التعزيزات دي شكلها مش لإيران زي ما بيقولوا، لكن للحظة اللي ممكن مصر تتحرك فيها عشان توقف التهجير القسري للفلسطينيين. والجبهة الأولى هي مصر لو قررت تدافع عن أرضها وسياستها، والجبهة الثانية هي إيران عشان يعملوها كغطاء إعلامي. إسرائيل بتحاول تلعب بالنار، والمخطط واضح جدا لأي حد شايف الصورة كاملة. ده غير إن من كام يوم طلع نتنياهو في تصريح تلفزيوني وقال إن هم حققوا انتصار استراتيجي بالسيطرة على محور فيلادلفيا الثاني. التصريحات دي اتقالت بعد أيام قليلة من تحذير إسرائيل للجيش المصري بخصوص تمركز قواعدنا العسكرية في سيناء. في سيناء الجيش المصري بيواجه تحديات اقتصادية كبيرة، لكن برغم كده بيحاول تسليح نفسه بكل قوة. مصر هتتسلم قريب طيارات F-50 من كوريا الجنوبية. ده غير ان في صفقات تانية مع الصين لتسليم طيارات J-10. اللي بيحصل ده مش صدفة، دي تحركات بتدل على تغيير استراتيجي في استعدادات الجيش المصري، وده رد فعل طبيعي قدام اللي بيحصل حوالينا. زمان امريكا واسرائيل كانوا بيحذروا من دخول رفح عشان ما تحصلش مجازر، لكن دلوقتي المدينة اتهجرت من كل سكانها تماما، واتقال للناس يروحوا مدينة المواصل اللي بيتقال عليها مدينة امنة. لكن طبعا الواقع بيقول غير كده. الهدف تقسيم القطاع عسكريا، والنتيجة تهجير جماعي بيدوروا له على مبررات كل يوم. وفي نفس الوقت بيتم الضغط على مصر عشان تخفف الحصار او تفتح الحدود، وده معناه اننا قدام محاولة مباشرة جرنا المعركة مش بتاعتنا، ولكن ممكن تأثر على امننا بشكل مباشر. والمشهد بيزداد تعقيد بسبب حماس اللي فيه كلام عن عرض اسرائيلي ليها، لكن لحد دلوقتي مفيش اي كلام. وفي ظل الصمت ده اسرائيل بتزود الضغط العسكري، واللي بيدفع الثمن هم سكان فلسطين. الجيش المصري رد بقوة واكد ان القواعد العسكرية في سيناء مش هتتغير ولا هتتراجع، وده رد واضح وصريح ان مفيش اي خطوة هتتعدى على امن مصر من غير رد قوي. وفي ظل ده كله مصر بترفع جاهزيتها العسكرية وصفقات التسليح مستمرة، والرسالة واضحة وهي ان مصر مش هتتهاون ولا هتسمح لأي تهديد لأمنها القومي. اللي حاصل حوالينا دلوقتي مش بسيط، والوضع بيتصاعد بسرعة جدا، والدولة محتاجة كل واحد فينا يكون ظهير شعبي قوي للدولة والجيش. كل الدعم لقيادتنا السياسية والعسكرية لأي قرار بيتخذ لحماية أمننا القومي وبلدنا. مصر مش هتسمح بتهديد أمنها، وجيشنا عمره ما خذلنا ولا هيخذلنا. أنا وليد صفوت، وده برنامج كيميتاوي.